في ليلة سقط فيها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، كان هناك لاعب واحد رفض الاستسلام، لامين يامال. بينما انهار الفريق بعد الطرد وتغير مجرى المباراة، بقى يامال يحاول، يطلب الكرة، يراوغ ويبحث عن أي ثغرة في جدار أتلتيكو. الصحافة بعد المباراة وصفت أداءه بأنه الاستثناء الوحيد في برشلونة، اللاعب الذي حاول حمل الفريق على كتفيه رغم كل الظروف. 8 مراوغات ناجحة، عدة فرص صنعت، وصراعات فردية كسبها أكثر من أي لاعب آخر في الملعب. لكن كرة القدم ليست دائما عادلة، وأحيانا لا تكفي الموهبة وحدها. بعد صافرة النهاية جلس لامين يامال على أرضية الملعب محطما في صورة اختصرت كل شيء، لأن البعض يلعب المباراة لكن البعض يشعر بالهزيمة وكأنها جرح شخصي. هذا ليس مجرد لاعب موهوب، هذا لاعب يتحمل المسؤولية، يشعر بثقل القميص ويرفض أن يكون مجرد متفرج على سقوط فريقه. برشلونة خسر الليلة، لكن لامين يامال أثبت مرة أخرى أنه مشروع قائد وموهبة تتجاوز عمرها بكثير. إذا كان يفعل هذا الآن، هل سيصبح عليه بعد سنوات؟ ربما لم نشاهد مجرد أداء جيد، ربما شاهدنا بداية لاعب سيقود هذا النادي في المستقبل. هناك لاعبون يلمسون الكرة، وهناك لاعبون يجعلونك تنهض من مقعدك كلما لمسوها. لامين يامال هو من النوع الثاني، في كل مرة تصل إليه الكرة تشعر أن شيئا سيحدث، مراوغة، تمريرة ساحرة، أو لقطة فردية تترك المدافعين عاجزين. ضد خصم قوي وتحت ضغط كبير لم يختبئ يامال، بل طلب الكرة، واجه المدافعين وصنع الفارق. ما يميزه ليس فقط مهاراته، بل شخصيته، الثقة التي يلعب بها، الهدوء في أصعب اللحظات، والجرأة على فعل أشياء لا يحاولها إلا النجوم الكبار. والأمر المرعب للمنافسين أنه مازال في بداية الطريق فقط. إذا كان هذا مستواه الآن، فتخيل كيف سيكون بعد سنوات قليلة. لامين يامال لا يبني مستقبله فقط، بل يكتب بداية قصة قد نتذكرها لعقد كامل. استمتعوا به الآن، لأننا ربما نشاهد مولد نجم عالمي جديد. لامين يامال لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل أصبح لاعبا يصنع الفارق في أكبر المباريات. في مواجهة الأمس قدم يامال عرضا استثنائيا جعل دفاع الخصم في حالة ارتباك طوال اللقاء. سرعته في اتخاذ القرار، ثقته في المراوغة، وقدرته الفنية في المساحات الضيقة، كلها أظهرت لماذا يعتبره الكثيرون أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية. شاهد كيف يستلم الكرة تحت الضغط وكأن لا أحد حوله،